في منا كتير فشخ يا اسطى بيجي في دماغه كده فكره مطرشمه كده، ولكن بيجي يكتبها بيبقى يكتب بالبي. فليه يا اسطى؟ وازاي نكتب اصلا؟ وايه هي الحاجات اللي تعملها عشان تبقى كاتب احسن؟ كل ده اكتر في سلسله الكاتب المطرشم. معاك الخربوش ويلا بينا، وده كلب ابن وسخه قليل الادب. فبينا نبدا على طول يا باشا. نبدا منين ولا منين؟ والله ما عارف. بص هنبدا خلاص. تعالى نبدا ايه من الورا خالص. تعالى نبدا باكتشاف الموهبه اصلا. احكي انا عن حكايه الكتابه. بالنسبه لي انا ابويا كان بيكتب الله يرحمه، ففي يوم كده من تانية تالتة اعدادي كده كانت قصه في دماغي وجربت اكتبها، يعني بجرب والله ما كانش قصدي اي حاجه، وكتبتها فعلا في نوتة الموبايل حتى يعني، وسبتها وما خدتش راي حد في الحته اللي انا كتبتها دي طبعا. وطبعا ايه تموت وتشوف كتبت ايه، بس مش هوريك. فالمهم كتبتها زي ما قلت وسبتها. وبعد كده ايه، كان في بنت ايه عايزه اتكلم معاها، وده حرام ما تعملش كده، خليك انت احسن، ما تعملش ارتباط حرام. المهم اتكلمنا كده بس الكلام كله سطحي في الاول. بعد كده بقى ايه، عرفت انها بتحب تقرا وروايات مخصوص. قلت هو انت ما تعرفيش ايه ده؟ انا كمان بقرا. هو انا بتاع الوتال ده انا مولود في بقي كتاب. فالمهم فبدلنا كتب في الاول بقى وبتاع. وبعدها كنا بنتكلم على روايه كده ما عجبتنيش، فبقول لها كانت هتبقى احسن وبتاع لو اتعملت كذا وبتاع. كانت ايه، رسائل سقطت من ساعي البريد. فالمهم قلت لها رايي، قالت لي ايه ده، هو انت بتكتب؟ الصراحه انا كنت هقول لا الصراحه، يعني لان انا فعلا مش بكتب، انا كاتب حرفيا بتاع قصه قصيره وقصه واحده يعني، فاهم؟ بس ايه بقى، انا مراهق وعايز ابهر البت دي بقى ايه. رحت ايه، فبعت لها الحته اللي انا كاتبها. البت انبهرت بطريقه يا اسطى. فالمهم قالت لي انت بتكتب كتير ولا ايه؟ قلت لها لا، دي الحاجه الوحيده اللي انا كاتبها. فقالت لي دي جامده جدا، لازم تكمل كتابه وبتاع. ومن هنا اكتشفت اني بعرف اكتب اصلا. طبعا انا مش بقول لك تروح تكلم بنت، حرام يا قلبي، ها ايوه. فالمهم بعدها بقى ايه، سخنت فشخ. البنت اللي انا معجب بيها عجبتها كتابتي، انت فاهم؟ فبقول لك ايه يا اسطى، كنت بكتب عشانها مخصوص، اللي هو بلا حب للكتابه ولا بتاع، انا كنت بكتب عشان اتكلم البنت دي. فانا عايز اقول لك من الحته الصغيره دي اللي انا كاتبها عشان بنت، اتقلبت روايه اسمها 666 يعني لو ورينا عمر ننشرها. وبعدها ارتبطنا وشغل مراهقه وبتاع، وسابتني عادي فشخ يعني. فنحب يعني نشكر البنت دي انها ايه، خلتنا اكتشف كتابتي. المهم انا بحكي كل ده ليه؟ اللي عايز اقوله ان انت ممكن تكون عندك الموهبه وانت مش عارف، فحرفيا انا اكتشفتها بالصدفه. فببساطه جرب يا اسطى، جرب تكتب يمكن تكون عندك يا عم. فده اول جزء، اكتشاف الموهبه. فبرضه نخش على اللي بعده. بعد ما اكتشفت موهبتي يا اسطى يعني هعمل ايه؟ اقول لك قلب اخوك، بس اعمل لايك وسبسكرايب الاول، روق عليا. بص بقى، بعد اكتشاف الموهبه نعمل ايه؟ اقول لك نروح على تنميه الموهبه دي بقى. ببساطه اكتب. هتقولي بجد؟ اقول لك والله. اكتب اي حاجه، واقول لك الكبيره قلد. يا اسطى بجد قلد. انا كخربوش مثلا انا بحب نجيب محفوظ واحمد خالد توفيق، كنت بقلدهم في الاول، بعد كده اكتشفت طريقتي انا بقى. فانت كمان لازم تقلد في الاول. وحاجه تانية، انت لازم تقرا كتير قوي. بس خد بالك من الحته دي، اللي انا عندي راي في الحته دي، ان ما تقراش روايات كتير قوي. طبعا نصيحه غريبه انا عارف، انا مش بقولك ان انت ما تقراش روايات، لا انا بقولك اقرا بس مش كتير. اقرا مواضيع اكتر من انك تقرا روايات او قصص. كتب تنميه بقى، كتب عن الفيزياء، كتب عن ازاي تروح نجع الحجالاب، يعني بص اللي انت عايزه. فاقرا روايات عادي بس روايات مش كتير. فنروح لنقطه تانية بقى، ازاي تكتب احسن، او ازاي نكتب احسن، ازاي تكتب حاجات حلوه. ان مفيش حد مش عايز يتحسن، فاهم؟ اكتر واكتر يعني. فازاي بقى؟ بص يا معلم، صلي على الحبيب. اول حاجه، خلي الناس تنقدك، خلي الناس تنتقدك. تن... خلي الناس تنتقدك. تقول لي ازاي؟ اقول لك اي حاجه تكتبها خلي الناس تقراها. اي حد تعرفه بيقرا تقول له خد يلا، انت ازاي ما تقراليش؟ خد دي وقول لي الوحش فيها. تقول لي انا انطوائي وبتكسف، اصل انا زيك انطوائي يا اسطى، فاهم؟ اقول لك يا اسطى اخرها متر في متر، والله ما حدش مهتم، بعتها يا اسطى وتوكل على الله يعني. ممكن انت بقى ايه من النوع التاني، تقول لي انا مفيش حد حواليا بيقرا، هو انا تعالى وتل احلها لك برضه. اقول لك عادي يا اسطى، مهما كان طول ما قصتك حلوه، واحد بيقرا واحد مش بيقرا هيشوفها حلوه. طبعا دي لو حلوه في الاصل. ممكن مش عارف يوصل ازاي هي وحشه، فانت تساعده بقى، تقول له طب هي كذا، طب هو كذا. ابوك معدي في الصاله مثلا، تقول له اقف ايه ماشي في الصاله كده من غير ما تقرا لي، خد اقرا. ونروح بقى عند ناس كده بجد، انا عايز اسبنكهم كده، الناس اللي بتخاف من موهبتها. تساله يا اسطى انت بتكتب؟ يبدا يتلعثم كده ويعرق ويرتعش. يقول لك لا انا مش بكتب، انا مش بقرا اصلا، انا امي، فاهم؟ فاست لو انت كده والله ما حد هيتريق عليك، ولو حد اتريق افشخه عادي. فاست والنبي ما تخاف من موهبتك، حتى لو ما كانتش كتابه، بتعمل اي حاجه يعني بتجمع طوابع، طول ما انت بتحب الحكايه دي ما تخافش منها. فتلخيصا للي اتقال، خلي الناس تنتقد. فايه يا اسطى، انا برغي كل ده وانت لسه ما عملتش لايك وسبسكرايب؟ عيب والله، اعمل لايك يا عم، محتوى فخر والله عجبك. فنروح بقى ازاي تكتب اصلا، ايه هي البروسيس، فاهم؟ خرب بيتي بالانجليزي. المهم نخش على البروسيس اللي العمليه. ببساطه يلا استعد، افتح الوورد واكتب.
بس كده والله. فلا بص تعالى نقول تفاصيل. انت كواحد بيكتب بيجي لك فكره، هتقول لي السؤال اللي بقى بيجي لك الافكار ازاي يا اسطى؟ بجد مفيش واحد بيكتب عارف بيجيب الافكار منين، اللي هي بتيجي. ممكن انت تقرا تساعد تجيب افكار، بس مفيش حد بجد يعرف هي بتيجي منين. المهم جالنا الفكره، واهم حاجه في الفكره انها تكون واضحه في دماغك. طب لو مش واضحه اكتبها على ورقه هتلاقيها في ثانيه بقت واضحه، ولو فيها عيب هتلاقي انك شفت وصلحته. موضوع ان ازاي تحضر فكره صح محتاج حلقه كامله، فلو الحلقه دي جابت هعمل حلقه عن الموضوع. انت زي ما قلت يعني، او زي ما انت عارف دي سلسله الكاتب المطرشم، وهكمل في مواضيع اكتر. فحضرت الفكره هتقول لي، وبعدين هقول لك خش اكتب على الوورد. تقول لي ما عنديش كمبيوتر او لاب، اقول لك يا اسطى والله انا 90% من الحاجات اللي انا كاتبها على وورد الموبايل، فمش لازم PC يعني. فبس كده. انا عارف ان الكلام في الحلقه دي عام قوي، فلو عايز حاجة مخصوص أكتر في موضوع الكتابة ده اكتب سؤالك المخصوص ونعمل حلقة عنه. فبعد ما نكتب الرواية أو معاك كذا قصة ممكن نستعمل بيهم مثلا مجموعة قصية، فنعمل إيه بيهم؟ النشر إزاي أوصل ليهم؟ أقول لك كان القرد نافع نفسه يعني، كان زمان أنا نشرت. هو أنا عمري ما حاولت الحقيقة أوصل لدار نشر، بس يعني هقول لك نظريا يعني. أقول لك إمتى؟ أقول لك لا الحلقة الجاية بقى. فبس كده يا أخويا أنا خلصت. اعتذر لو الحلقة عامة قوي، بس انا كنت فاهم ببرين ضمب كده الحاجات اللي في دماغي. فانا خلصت. لو الحلقة عجبتك اعمل لي لايك وسبسكرايب، لو لا قول لي ليه وهحاول احسن. وبس كده. كان معاك اخوك الكاتب المطرشم الخربوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا يا ابن كنتوا فاكرين بتشوفوني تاني؟ انا صحيت.